السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة عالم هاجر. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة، والعائلة والأحباب تكونوا كلكم إن شاء الله في أحسن حال يا ربي. ورمضان مبارك كريم، واخا معطلة شوية ولكن ظروف خاصة وظروف صحية. المهم كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير. هذا الفيديو ما غادي نقدم لكم لا وصفة لا حتى شي حاجة، غادي غير نشارك معكم، أو غندير معكم جلسة اللي غنهضر معاكم فيها، وغنشرح لكم سبب الغياب ديالي، واللي كان واحد السبب اللي هو قاهر. يعني سبب اللي خلاني انني نغيب على القناة. ما بقيتش كنصور، ما بقيتش كنحط فيديوهات في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. غبت عليهم السبب لانني كنت تعرضت لحادثة، حادثة السير اللي كانت مميتة، اللي غنحط لكم الصور وغادي تشوفوا. اللي صراحة اللي ربي سبحانه وتعالى وقف معايا وجا من جهتي. يعني شفت الموت بعيني كي كيقولوا، ولكن ربي سبحانه وتعالى ربي كبير، يعني واخا نحمدوه صباحا مساء ما غاديش نوفيو، لان فريمون داكشي اللي وقع ليا كان صعيب صعيب بزاف. ولكن المهم قدر الله ما شاء فعل، وربي وقف من جهتي كيف قلت لكم. المهم هذا الفيديو غنحاول نشرح لكم غير يعني غنعطيكم غير واحد النبذه صغيره على داكشي اللي وقع ليا، لانه صراحه ما كنبغيش نبقى نهضر بزاف في القناه ديالي، نبقى نشكي ونبكي. الا رجعتوا للفيديوهات السابقين ما غتلقاوش فيديوهات اللي كنبقى نهضر فيهم بزاف. اللي متبعيني قدام عارفين يعني الدياليز والمرض اللي كنعاني منه اللي هو الفشل الكلوي. ما كنبقاش نهضر عليه بزاف، ما كنبقاش نصور لكم في الدياليز انا مشيت انا جيت. صراحه ما عنديش مع داكشي. كنحاول انني نعيش حياه طبيعيه، وكنحاول انني ما نعطيكمش طاقه اللي هي طاقه سلبيه. اصلا الانسان كيدخل لهاد يعني اليوتيوب كيشوف فيديوهات، كيبغي ينسى الواقع ديالو وينسى المشاكل ديالو، لان كل واحد فينا عنده المشاكل الخاصة ديالو. فلا داعي أنني حتى أنا نبدا نشكي ونبكي عليكم ونزيد يعني نزيدكم هم فوق هم. فكنقول إلا عندي شي حاجة زوينة، شي وجبة، شي وصفة غنشاركها مع الناس ديالي، فنرحبا. إلا ما عنديش نبقى بعيدة، ما نصور، ما نلوح، ما ندير حتى شي حاجة. فهاد الشي اللي كاين. المهم اليوم غادي نبدا لكم الواقعه كيفاش وقعت. يعني الا شفتوا راني غبرت عليكم 6 شهور تقريبا دابا ما حطيت لكم حتى شي فيديو. وكيف قلت لكم ان شاء الله غادي نرجع لكم في هذا الشهر الكريم بالوصفات ان شاء الله. غير تسناوني، ما كاين غير السهل والسريع ان شاء الله، وداك الشيء اللي بسيط ان شاء الله وفي المتناول. وقبل ما نبداو في التفاصيل ونحكي لكم ونعاود لكم اشنو وقع لينا في الحادثه انا والعائله ديالي، فكنشكر البنات كاملين اللي تواصلوا معايا في الخاص، وحتى البنات اللي ما عندهمش قنوات اللي حتى هما تواصلوا معايا. فكنشكركم كاملين لانه الصراحه كنتو كتعطيوني الطاقه، والصراحه دائما بالدعاء ديالكم. هادشي كامل اللي دابا انا فيه، وهاد الحمد لله يعني هاد الوقفه اللي وقفت على رجليا فبالدعاء ديال الناس، وبالدعاء ديال البنات اللي كانوا كيسولوا فيا كيف قلت لكم في الخاص. دائما كانوا يدعيو معايا، دائما كانوا معايا على تواصل، فكنشكرهم بزاف. وحتى نتوما الله يحفظكم ويحفظ لكم وليداتكم ويحفظ لكم عائلاتكم من اي حادثه. نتمنى ربي سبحانه وتعالى يحفظ الجميع، لانه فريمون شي حاجه اللي صعيبه ما تبغيها حتى شي واحد. فالحمد لله والشكر لله. كان ابتلاء، وابتلاء اللي هو صعيب. الحمد لله ربي عطاني الطاقة باش الحمد لله قدرت أنني نواجهه، وأنني نوقف على رجلي الحمد لله. واخا باقيين التبعات، ويعني كيف كنقولوا باقا فترة ديال النقاهة، لأنه عنقي يعني مازال فيه داك الهرس، يعني مازال لي فراكتور كاينين في الضلوع ديالي يعني. ولكن الحمد لله يعني باقا دايرة هادوك لي بروتيز، مي كومين الحمد لله والشكر لله. يعني الانسان وقف على رجليه ولا كيتحرك، فهذيك راها نعمه كبيره من عند الله. المهم كان هذاك النهار كان السبت، يعني نهار السبت كنا غاديين لمراكش. بالضبط كنا غاديين لمنطقه تحنوت. المهم غاديين في الصباح انا ودارنا انا ناس يعني عائله غاديه خارجه. المهم وصلنا لرحامنا
بالضبط. فغنحاول نختصر، ما نبقاش ندير لكم في الدراما والمسلسلات، غنحاول أنني نقول لكم المختصر المفيد، وهي تقلب بنا الطوموبيل. المهم الطوموبيل هي تقلبات بينا راسها، يعني ما كانش لادفيرس ولا ما كانش شي شخص اخر اللي تصطدمنا معاه، شي قضاء وقدر، يعني قدر الله وما شاء فعل. فتقلبت بينا، فغادي نشوفوا التصاور، غنحط لكم التصويره، غادي نشوفوا كيفاش الطوموبيل دايره، غتشوفوها غتقولوا كيفاش هاد الناس بقاو حيين، ولكن العمر باقي طويل، وربي سبحانه وتعالى يعني كبير، هو اللي وقف معنا دائما كي قلت لكم في الاول. واخا نبقاو نحمدوه بالليل وبالنهار، ما عمرنا غنوفيو، لان الصراحه الانسان شاف الموت، اي سورتو انا، لانني انا كنت ضعيفه ومع المرض ملي تقلبات انا صراحه غيبت، ما بقيتش عاقله على راسي. حتى هادوك الدوره، يعني ملي كدور وكتقلب، انا ما عقلتش لانني غيبت. انا كنظن في ديك الثانيه الاولى ديال الكسيده، يلاه يعني طرات هذيك ردة الفعل، وقيلا ومشات وجات الطوموبيل، انا تسطح لي راسي، كنظن مع الكرسي، صافي غيبت مشيت. يعني انا عاقله على راسي كنشوف غير الظلمه، يعني اشنو وقع ما عقلتش، حيت حتى فاش سولوني يعني الجدرميه في المحضر ديالهم ما عقلتش. اللي عقلت عليه هو اننا كنا غاديين عادي، حتى شفت لقيت راسي يعني كنشوف غير الظلمه، ومن وراها حليت عينيا في السبيطار. يعني آه الاحداث بالضبط كيفاش حتى جبدوني ما صراحه ما عقلتش. حتى عاودوا ليا من بعد خويا هو اللي جبدنا، يعني حيت كانوا معايا خوتي بجوج، واحد كان صايق وواحد كان جالس حداه. خويا هو اللي جبدنا، هو اللي عتقنا، يعني جبدنا، خرج اختي كان معاها ولدها صغير، وخرج ماما، وخرجني حتى انا. ولكن خوتي الحمد لله ما وقع لهم حتى شي حاجه، يعني فقط كانوا يعني ضروري من الدقة، يعني كاينة إنسان راه كيتواعد، راه ماشي راه كسيد، راه الطوموبيل تقلبات 80 متر، يعني راه شي حاجة اللي ماشي سهلة. الإنسان ما غاديش غير ديك الصدمة النفسية راه بوحدها كافية. وحتى هما يعني في الضلوع ديالهم توعشوا وداروا راديوات، ولكن انا اللي كنت غيبت وانا تهرست يعني في عنقي، لانني 3 ديال الهرسات عندي، سي 5 سي 6 سي 7، يعني كاينين واحد كي كنقولوا واحد الفقرات كيتسناو سي 5 سي 6 سي 7، هادو انا هما اللي تهرسوا ليا. تهرست في الضلوع ديالي. كي كتشوفوا راه مازال دايره ديك البروتيز هنا، راه هي البروتيز، كنديرها الليل وبالنهار، ما كان يعني كنعس بها ونفيق بها، ما يمكنش نحيدها. دابا وليت كنغش، نزعمت شويه، وليت كنغش مره مره وكنحيدها، وكنبقى ندور بلا بها في الدار واحد الساعه ولا نص ساعه. ولكن كنكون متكيه، كنحاول الاغلبيه ظهري يكون هكا على شي وساده على الحيط، كنحاول ما نتحركش بلا بها بزاف، لان العنق ديالي يعني راه مازال ما شدش في الصح كي كنقولوا، يعني باقي ما كندوروا لا على اليمين لا على اليسار، باقي ما كيدورش، باقي نيشان. الضلوع ديالي مازال كيضروني، يعني مازال ما شدوا بلايصهم. ف يعني دابا راه جايه 6 شهور، 5 شهور دابا تقريبا، طالعين في 6 شهور، ومازال ما شدوش البلايص ديالهم، مازال ما يعني مازال ما كاينش داك العلاج التام، لان هادشي كياخد وقت طويل، كتقدر تمشي حتى العام، يعني ماشي شي حاجه اللي سهله. ولكن الحمد لله والشكر لله، كندورو ونرجعوا وكنقولوا الحمد لله. الانسان ما تشلل، الله يستر، الله يستر ما مشاتش ليه شي رجل شي ايد، ما كانتش شي عاهه اللي مستديمه، الله يستر. الحمد لله بعد انا العائله ديالي الحمد لله نجاها الله، كانت الدقه جات فيا الحمد لله والشكر، بالعكس فرحانه لانهم هما الحمد لله حفظهم الله. يعني الحمد لله والشكر لله، انايا يعني الحمد لله قدرت انني نقاوم. ربما كانت غتجي واحد اخر ما غاديش يقاوم بحال كيف قاومت انا، ما غيكونش عنده الصبر اللي انايا صبرته. فكل واحد الفيديو كان ضروري واضطراري باش تعرفوا علاش غبرت عليكم، وباش تعرفوا اشنو كان واقع ليا. الحمد لله والشكر لله. اللي نوصيكم هو الانسان في الطريق يحاول يرد البال، يرد البال، يرد البال لاقصى درجه.
يعني منين نكون صايق نسوق بالجوارح وبالعقل يعني بكاع داك الشي اللي عطاني الله نسوق به. سورتو إلا كانت عائلة وهذا، فكتكون القضية شوية صعيبة. فحنا نجانا الله. إلا شفتو تصاور غتقولوا باز، لأن ما يمكنش هاد الشي كامل وإنسان يعني يبقى راه لا إله إلا الله. ديالي كنقول لكم حاولوا في الطريق على راسكم، إنسان يرد بالو مزيان في الطريق. لأنه صراحة الطريق ولات صعيبة، وعاد كاين يعني كاين التهور، كاين السرعة، كاين بزاف ديال العوامل اللي كتأدي لحوادث السير. فالإنسان دائما يحتاط، يمشي بشوية. إلا كنت غنوصل في ساعتين نوصل في 3 السوايع ماشي مشكل. فالإنسان دائما يحاول يحتاط، لأن صراحة هاد الحادثة غيّرت بزاف ديال الحوايج وغيّرت ليا النظرة للحياة. ودائمًا، دائمًا نكونوا قراب من الله سبحانه وتعالى، لأنه في أي لحظة كنكونوا معرضين للموت. حنا ما عارفينش راسنا، ما ضامنينش العمر ديالنا. فالإنسان يحاول يتقرب من الله سبحانه وتعالى، ودائمًا يعني يحاول يبعد من الذنوب والمعاصي وأي حاجة كتغضب الله، خصوصا في هذا الشهر هذا. نقدروا نربيو الأنفس ديالنا، بما أنه شهر رمضان الكريم، فنقدروا أننا نربيو الأنفس ديالنا ونعودوا راسنا على قراءة القرآن وعلى النوافل. فكنتمنى أنكم دعيو معايا من قلوبكم، دعيو معايا لأنني محتاجة لدعواتكم، لأن دعواتكم صراحة كانت هي السند ديالي، ووقفتوا معايا بدعواتكم. فما تنسونيش من دعواتكم. ورمضان مبارك كريم مرة أخرى إن شاء الله، بصحة وسلامة، وباش ما تمنيتو يا ربي الله يجعله مغفرة لنا. الله يجعل هذا الشهر ما يخرج حتى نكونوا إن شاء الله من العتقاء من النار. تهلاو ليا في راسكم، وانتظروني إن شاء الله فيديوهات جديدة إن شاء الله في هذا الشهر الكريم إن شاء الله وبالجديد. السلام عليكم، تبقوا على خير.